الشتاء وهلت أكلاته. وصفتي لليوم هي الحماصيص أو الحميد، من الأكلات الفلسطينية الشعبية المشهورة عنا بفلسطين. ما تنسوا الإعجاب بالقناة والاشتراك وتفعيل الجرس. والحماصيص عبارة عن نبتة زي ما انتم شايفينها، وهي غنية جدا بالمعادن والفيتامينات، وملينة للقولون ومنظف للكلى. ونيجي للطريقة، راح أحتاج كوب معياري من العدس، والبهارات عبارة عن ملح وكمون ورشة بسيطة من الكزبرة، وراح أحتاج قرن فلفل أو حسب الرغبة وتوم. راح أنقي الحماصيص، راح أشيل الجذور وأخلي الساق والورق. الساق غنية كتير بالحموضة، تتركز فيها الحموضة، عشان هيك أنا لازم أخلي الساق مش بس أنقي الورق. احتجت للطبخة كيلو من الحماصيص، وهي بعد ما نقيته وغسلته بغسله كتير منيح، وبعدها بسلق العدس. بعد ما أسلقت العدس بصفيه وراح أحتاج ميته. بغلي المية وبنزل عليها الحماصيص عشان أسلقها، ما راح تحتاج وقت، يعني قبل ما يتغير لونها. كما انتو هيكو لاحظتوا انه بدأ يتغير لونها للون البني. وهيك صارت تمام انسلقت. بصفيها وبحطها بالخلاط، وبالخلاط بحط شوية من مية السلق أو من مية العدس اللي أنا سلقته. وبعد ما أضربها بالخلاط راح أصفيها، وآخد السائل اللي نزل من التصفاية وأطبخ فيها. طبعا هالأكلة طيبة تتاكل معاها الفلفل الأحمر والجرجير والفجل والزيتون الأسود أو الأخضر. وهي السائل اللي طلع بعد التصفاية، وهو هذا اللي أنا راح أطبخ فيه. بجيب الطنجرة اللي راح أطبخ فيها وبدير عليها السائل، وراح أزيد كمان عليه من مية السلق، سلق الحماصيص، أو من مية سلق العدس. أنا هنا استخدمت مية سلق العدس. وراح أضيف كمان عليه العدس المسلوق، وأتركه على النار يتسبك ويندمج. وراح أدق الفلفل والتومة وأديرهم على العدس. وراح أضيف كمان البهارات، بس لا تكتروا من الكزبرة، هي رشة بسيطة من الكزبرة، وأتركها تتسبك براحتها. وآخر مرحلة راح أضيف تقريبا قد معلقة أو معلقتين طعم من زيت الزيتون. وتقريبا هيك استوت وخلصت. وراح أسكبها بالصحن، وراح تعجبكم، وألف صحة وعافية على قلوبكم.